إني عشقتك، إني عشقتك واتخذت قراري، فلمن أقدم يا ترى أعدائي؟ لا سلطة في الحب تعلو سلطتي، فالرأي رأيي والخيار خياري. نزار بن توفيق القباني، دبلوماسي وشاعر سوري معاصر، ولد في 21 مارس 1923 من أسرة عربية دمشقية عريقة، إذ يعتبر جده أبو خليل القباني من رواد المسرح العربي. درس الحقوق في الجامعة السورية، وفور تخرجه منها عام 1945 انخرط في السلك الدبلوماسي متنقلا بين عواصم مختلفة حتى قدم استقالته عام 1966. أصدر أولى دواوينه عام 1944 بعنوان قالت لي السمراء، وتابع عملية التأليف والنشر التي بلغت خلال نصف قرن 35 ديوانا، أبرزها طفولة النهدي والرسم بالكلمات، وقد أصدر نشر لأعمالها في بيروت باسم منشورات نزار قبني، وكان لدى مشقة وبيروت حيز خاص في شعارها، لعل برزها ما القصيدة الدمشقية وونياست الدنيا يا بيروتي. أحدثت حرب 1967 والتي أسماها العرب النكسة مفترقا حاسما في تجربته الشعرية والأدبية، إذ أخرجته من نمطه التقليدي بوصفه شاعر الحب والمرأة لتدخله معترك السياسة. وقد أثارت قصيدته هوامش على دفتر النكسة عاصفة في الوطن العربي، وصلت إلى حد منع أشعارها في وسائل الإعلام. نقطة قال عنه وللشاعر لا فلسطيني عزا لدينا لمناصرة نزار كما عرفتها في بيروت، هو أكثر للشعراء تهذيبا ولطفا. على الصعيد الشخصي، عرف قباني مآسي عديدة في حياته، منها مقتل زوجته بلقيس خلال تفجير انتحاري استهدف السفارة العراقية في بيروت حيث كانت تعمل، وصولا إلى وفاة ابنه توفيق الذي رثاه في قصيدته الأمير الخرافي توفيق بني. عاش السنوات الأخيرة من حياته مقيما في لندن، حيث مال أكثر نحو الشعر السياسي، ومن أشهر قصائده الأخيرة متى يعلنون وفاة العرب، وقد وفته المنية في 30 أبريل 1998 ودفن في مسقط رأسه دمشق. ولد نزار في دمشق القديمة في حي علامة اقتباس مئذنة الشحم علامة اقتباس في 21 مارس آذار عام 1923، وشب وترعرع في بيت دمشقي تقليدي لأسرة عربية دمشقية عريقة. وبحسب ما يقول في مذكراته، فقد ورث القباني من أبيه ميله نحو الشعر، كما ورث عن جده حبه للفن بمختلف أشكاله. يقول في مذكراته أيضا أنه خلال طفولته كان يحب الرسم، ولذلك وجد نفسه بين 15 من عمره غارقا في بحر من الألوان. وقد ذكر أن سر محبته للجمال والألوان واللون الأخضر بالذات أنه في منزلهم الدمشقي كان لديهم أغلب أصناف الزروع الشاميت من زنبق وريحان وياسمين ونعناع ونارنج. وكأي فتى في هذا السن ما بين سن 15 و16 احتار كثيرا ماذا يفعل، فبدأ بكونه خطاطا تتلمذ على يد خطاط يدوي، ثم اتجه للرسم، وما زال يعشق الرسم حتى أن له ديوانا أسماه الرسم بالكلمات. ومن ثم شغف بالموسيقى، وتعلم على يد أستاذ خاص العزف والتلحين على آلة العود، لكن الدراسة خاصة خلال المرحلة الثانوية جعلته يعتكف عنها. ثم رس بالنهاية على الشعر، وراح يحفظ أشعار عمرو بن أبي ربيعة وجميل بثينة وطرفة ابن العبد وقيس الملوحي، متتلمذا على يد الشاعر خليل مرادنبك، وقد علمه أصول النحو والصرف والبديع. خلال طفولته انتحرت شقيقته وصالة بعد أن أجبرها أهلها على الزواج من رجل لم تكن تحبه، وهو ما ترك أثرا عميقا في نفسه، وربما ساعد في صياغة فلسفته العشق لاحقا ومفهومه عن صراع المرأة لتحقيق ذاتها وأوثتها. ولم يكشف عن حقيقة هذه الحادثة باكرا، بل قال أنها توفيت بمرض القلب، إلا أن كوليت خوري كشفت قصة الانتحار،
وهو ما ثبت لاحقا في مذكراته الخاصة، إذ كتب: إن الحب في العالم العربي سجين وأنا أريد تحريره. يصف نزار حادثة الانتحار بقوله: صورة أختي وهي تموت من أجل الحب محفورة في لحمي، كانت في ميتتها أجمل من رابعة العدويت. كما ارتبط بعلاقة قوية مع أمه. عام 1939 كان نزار في رحلة مدرسية بحرية إلى روما، حين كتب أول أبياته الشعرية متغزلا بالأمواج والأسماك التي تسبح فيها، وله من العمر حينها 16 عاما. ويعتبر تاريخ 15 أغسطس 1939 تاريخا لميلاد نزار الشعري كما يقول متبع وهي. وفي عام 1941 التحق نزار بكلية الحقوق في جامعة دمشق، وتخرج منها في عام 1945. ونشر خلال دراسته الحقوق لدواوينه الشعرية، وهو ديوان قالت لي سمراء، حيث قام بطبعه على نفقته الخاصة. وقد أثارت قصائد ديوانه الأول جدلا في الأوساط التعليمية في الجامعة، وقد كتب له مقدمة الديوان منير لعجلني الذي أحب القصائد ووافق عليها. وقد ذاع صيته بعد نشر الديوان كشاعر إباحي. وفي تعليقه حول صدور ديوانه الأول كتب: قالت لي سمراء حين صدوره أحدث وجعا عميقا في جسد المدينة التي ترفض أن تعترف بجسدها أو بأحلامها. لقد هاجموني بشراسة وحش مطعون، وكان لحمي يومئذ طريا. تخرج نزار عام 1945 من كلية الحقوق بجامعة دمشق، والتحق بوزارة الخارجية السورية، وفي العام نفسه عين في السفارة السورية في مصر، وله من العمر 22 عاما. ولما كان العمل الدبلوماسي من شروطه التنقل لا الاستقرار، فلم تطل إقامة نزار في القاهرة، فانتقل منها إلى عواصم أخرى مختلفة. فقد عين في عام 1952 سفيرا لسوريا في المملكة المتحدة لمدة 2 سنين، وأتقني خلالها للغة الإنجليزية، ثم عين سفيرا في أنقرة، ومن ثم في عام 1958 عين سفيرا لسوريا فلسطين لمدة عامين. وفي عام 1962 عين سفيرا لسوريا في مدريد لمدة 4 سنوات، إلى أن استقر في لبنان بعد أن أعلن تفرغه للشعر في عام 1966، حيث أسس دار نشر خاصة تحت اسم منشورات نزار قباني. بدأ نزار قباني بشكل بارز بكتابة الشعر العمودي، ثم انتقل بعدها إلى شعر التفعيلة، حيث ساهم في تطوير الشعر العربي الحديث إلى حد كبير. تناولت كثير من قصائده قضية حرية المرأة، إذ تناولت دواوينه الأربعة الأولى قصائد رومانسية. ومن ثم تحول نحو الشعر السياسي بعد نكسة حرب 1967، وأصدر عدة قصائد لاذعة ضد الحكومات والأنظمة العربية عموما، وضد حكم البعث في سوريا، ومنها هوامش على دفتر النكسة، وعنتر، ويوميات سياف عربي. تنحدر عائلة القباني من أسرة عربية حجازية ترجع بنسبها إلى الإمام علي بن الحسين زين العابدين، ثم انتقلت إلى جهة العراق فأقام أجدادها فيها، وفي عهد الحروب الصليبية أقبل بعضهم إلى سوريا، ثم تشعبوا في بلاد الشام. والده هو توفيق القباني، يملك مصنع لإنتاج الحلويات والمبس، كما شارك في المقاومة الوطنية ضد الانتداب الفرنسي، وكان منزله مكانا لاجتماع أقطاب المعارضة الوطنية في العشرينيات من القرن المنصرم. وجده هو أبو خليل القباني الرائد المسرحي الشهير، الذي أدخل فن المسرح إلى الأدب العربي في النصف الثاني من القرن ال19. ولد نزار شقيقتين هما وصال وهيفاء قباني، و3 أشقاء هم معتز ورشيد وصباح قباني، الذي ترأس هيئة الإذاعة والتلفزيون السوري في ستينيات القرن العشرين، ثم سفيرا لسوريا في الولايات المتحدة. والدته فايزة أرقبيق من أصل تركي، وكان نزار متعلقا بها كثيرا،
ويقال أنها ظلت ترضعه من صدرها حتى بلغ 7 من عمره، وتطعمه الطعام بيدها حتى بلغ 13 من عمره، حتى قالوا عنه إنه يعاني من عقدة أو ديبة. وكتب لها قصائدا كثيرة يدمج فيها بين حنينه لدمشق مهده الأول وحنينه لأمه. وقصائده عن أمه في ديوانه الرسم بالكلمات خير دليل على شغف الطفل بصورة الأم التي الهمته في نصوصه. تزوج نزار مرتين، زوجته الأولى كانت ابنة خاله زهراء آقبيق، وأنجب منها هدباء وتوفيق. وقد توفي توفيق عام 1973، وكان طالبا بكلية طب جامعة القاهرة في السنة 5، والذي ترك الأثر الكبير في حياته. وقد نعاه نزار بقصيدة الأمير الخرافي توفيق قباني، وتوفيت زوجته الأولى في 2007. وكان زواجه الثاني من امرأة عراقية الأصل تدعى بلقيس الراوي، التقى بها في أمسية شعرية في بغداد، ولكنها لقيت حتفها أثناء الحرب الأهلية اللبنانية في هجوم انتحاري استهدف السفارة العراقية في بيروت، حيث كانت تعمل عام 1982. وقد رثاها نزار بقصيدته الشهيرة بلقيس التي قال فيها أن الجميع كان لهم دور بقتلها، وقد أنجب منها ابنيه عمر وزينب، ولم يتزوج بعدها. بعد مقتل زوجته بلقيس غادر نزار لبنان، وكان يتنقل بين باريس وجنيفا حتى استقر في النهاية في لندن، حيث قضى 15 عاما الأخيرة من حياته. واستمر بنشر دواوينه وقصائده المثيرة للجدل خلال فترة التسعينيات، ومنها علامة اقتباس متى يعلن ونا وفي العرب والمهرولون. في عام 1997 كان قباني يعاني من تردي في وضعه الصحي، وبعد عدة أشهر توفي في 30 أبريل 1998 عن عمر ناهز 75 عاما في لندن بسبب أزمة قلبية. في وصيته والتي كان قد كتبها عندما كان في المشفى في لندن، أوصى بأن يدفن في دمشق التي وصفها في وصيته. نور حسين يرى البعض إنه بالغ في وصف النساء والعاريات في شعره، ما يجعله يتجاوز الأخلاق والقيم العربية والإسلامية. فمن شعر نزار قباني أنه كان مولعا بوصف النساء، والناظر في شعره يراه كأنه قصيدة واحدة نسخت بألفاظ ومفردات متغيرة، ومحور هذه القصيدة هو النساء وما يدور بينه وبينهن في المخادع. وفي شعر نزار قباني أمثلة كثيرة عالية لكلام بلغة، ومن ذلك قولها: فصلت من جلد لنساء عبئة النقطة، وبنيت أهراما من الحلمات.